ياسين اجي انا وياسين. ياسين جيتي للمغرب، كتقولوا المغرب ولا المغرب؟ المغرب ماشي المغرب. لا كتقولوا له المغرب. صرفتي ولا باقي؟ مراركة. ايوا مرحبا بالجاليه المغربيه والجاليه الالمانيه، مرحبا بكم معنا. يا صباح النور، يا صباح الخيرات. انا وياسين اليوم انا والاخ ديالي من الجاليه المغربيه، وتحيه والف تحيه للجاليه المغربيه فين ما كانت في العالم كامل، ودائما المغرب في انتظاركم. اعزائي المشاهدين، اليوم غادي نشارك معكم هذا المقطع صغير من هذا الفيديو هذا. في الحقيقه انا من عشاق البحر وكيعجبني نمشي للبحر في الصباح. اليوم انا والاخ ديالي مشينا لدار بوعزه باش ناكلوا السمك طري، يعني من عند البائع للشوايه باذن الله. وقلت علاش ما نبارطاجيش معكم المريصه اللي كتواجد في دار بوعزه. كنهضر على مدينه الدار البيضاء، يا الدار البيضاء. كذلك هنا اللي جيتوا للمريصه نعرفكم على الاخ هشام. قبل ما تجيو لهنا للمريصه وكنتوا باغيين غير شي نوع ديال السمك، تواصلوا معاه ويقول لكم السوق شنو فيه، يعني الانواع السمك اللي موجودين حاليا، كذلك نوع السمك اللي بغيتوه ويوجدوا لكم، او اجيو عنده مباشره. وبطبيعه الحال من تجيو تاخذوا الحوت ديالكم غتشوفوا الحوت واش طري ولا ماشي طري. دائما كنقترح عليكم شي حاجه اللي تكون مزيانه وكثر، شي حاجه اللي كنا غادي ناكلوها ونعطيوها لوليداتنا. بالنسبه للاخ هشام راه ظريف، وانا وصيته قلت له صايب مع الثمن مع المشاهدين ديالي الاعزاء. الجو في الصباح كيكون ممتاز، كثاريه من كيخرجوا السمك من الفلوكه كيكون واحد الجو زوين، يعني ديال المزايده. كتكون الدلاله اللي عطى الثمن كثر الله يجيب ليه الرزق والتيسير، كيولي عاوتاني يبيعوا. بالنسبه للسمك انا ما كنبغيش يكون في المجمد، يعني النهار اللي شريته فيه كنطيبوا فيه، اولا كان جديد بزاف كنعملوه في الثلاجه، واخا يبات ليله كامله ماشي مشكل. المهم هو السمك يكون جديد. نصرف في بلاصه اخرى. المغرب هذه الميرنا. ابسطافك صافي صورتي صورت المدام صورتي راسي تحل ديالهم هادو تحل ديالهم هذا كتخرج كاين انا وياك باغي قول لي شحال ديالك الكبير ناخذ شرويبه هادو علاش كيهزوا منا العشار؟ لا انا خدام معاهم كنهز كنشوفوا ماشي عليكم السمع على السنه عالي عارف اللي جاي حتى انا نهز. سير باش ما دوزنا ما نقدروا بالصافي هذوك الرباط استغفر الله العظيم. كنت حسين. دابا وصلت عند الجهه اللي فيها الاخ هشام. كيكون عنده كل خطره شنو كيكون، يعني النوع ديال السمك. هاد الخطره عنده الشرغو، عنده الدرعي، كاين الكراب. كل خطره واش كيكون كل نهار ورزقو كما كنقولوا نتوما راه عارفين. ولكن السمك راه جديد، كتقبطوا الحوته وكتشوفوا لها في عينيها. لا لا زوين هذا. بارك سابق خويا ما تشتري ما عنديش خويا انت دائما هنايا في المريصه؟ ديما في مريص السلعه جديده. سميه هشام السلعه جديده. مرحبا بكم عند هشام ياك. نعم مرحبا بهم عند هشام. مرحبا بهم عند كنت تدير شي ثمن مزيان. تمام تهلا فيهم تمام ديال الاخوه هشام والشاعر. انت عاد دخلتي راسك. عايزك دار راسو واخا معليش. شوفوا ما شاء الله والله اكبر، واحد الكميه هائله ديال الشرغو. علاش كنقول لكم هاد البلاصه بالضبط فيها الشرغو بزاف. انا كنقول لكم مره اخرى قبل ما تجيو للمريصه تواصلوا مع هشام وكيعطيكم المعلومات ويعطيكم الاثمنه ويعطيكم النوع ديال السمك اللي عنده موجود ويخليه لكم، ولكن يكون الصدق والمصداقيه. الا قلتوا غادي تجيو باش يخلي لكم السمك ويكون طري. انا دائما كنركز على السمك من الاحسن ومزيان يكون طري. هانتوما كما كتشاهدوا الفتره ديال الصباح كتكون زوينه بزاف يعني، وكتحضروا حتى على الدلاله ملي كيكونوا الباعه كيتزايدوا على داك السلعه. شوفوا لونغوس باقي حي، يعني لونغوس راه خصو يكون حي. بالنسبه للكراب راه كيتباع البياسه الوحده. هانتوما كما كتشاهدوا المنظر غزال 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 غزال. الى اللقاء.